بصي بقى لما تكوني قاعدة وعمالة تفكري انك انت عايزة تعملي اكل ايه. فكان عندي وركين كده، قلت اما اطلعهم، قلت اما اطلعهم وانضفهم كويس. وزي ما انتوا شايفين كده انا حاطه عليهم ليمون وغسلاهم بدقيق والكلام ده كله والجنزبيل، ويعني غسلاهم غسلة حلوة، وشايلة الجلد بتاعهم. وقلت بقى هعمل جنبيهم ايه شوية رز. فوالله ما كنت اعرف ان في حد جايلي ولا اي حاجة خالص. الرز دوت انا كنت عاملاه قبل كده معاكم باين. كبد وقوانص والكلام ده كله، فكنت ايه كان فايض مني وحطاه في الفريزر. فقلت ايه خليه بقى إيه يعمله النهارده كده، زي يعني اعمله باللبن، رز معمر كده باللبن. فقلت ايه اعمله بالطريقه دي. وعندي شويه بقى ايه طماطم على فلفل على البصله دي انا اللي حطاها، على كام فص توم كده انا هجيبهم واحطهم برضو معاهم. الخلطه دي عايزه اقول لكم جباره. يعني الاول نبتدي كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الخلطه دي بقى لو انت هتعمليها وتعملي التتبيله ديت وتحطيها عندك وتعملي بيها لحمة فراخ، يعني بتطلع في المشويات حاجة كده جميلة جدا. حتى لو هتحطيها مع الخضار، يعني حتى لو انت كده هتحطيها مع الخضار كده بتبقى جميلة قوي. انا جبت هنا حلة، والله برضو انا كل اللي بعمل دوت انا سايبه الفيديو من غير ما اقفل الصوت عشان اسمعكم ان انا الجرس رن. سبحان الله سبحان الله. يعني انا كنت بعمل زي ما اكون حاسه ان في حد هيجي ياكل معايا. فحتى لو تلاحظوا ان هم وركين، يعني انا برضو يعني ان هم وركين وكده وكنت مطلعاهم، فسبحان الله يعني. هنا بقطع بقى الفلفل على الطماطم على البصل على الفلفل الحامي. لو عايزه تحطي فلفل حامي حطي، مش عايزه براحتك. بس هو ما طلعش حامي، يعني هو طلع كده بيلسع كده بس مش حامي. تمام. وهحط بقى انا غسله هنا كده ايه راس توم حلوه كده محترمه، غسلاها كويس قوي وشايله يعني شايله اللي من فوق كده، وحطيتها بالقشر عشان انا هصفيه. يعني انا هعملها، هسويها وهصفيه دوت علشان اما بيتصفى كده بيبقى حاجه تانية. طبعا انا كنت بعمل بقى قبليها بمسافه، يعني هنا كده فلفل وسبع فلفل اسمر وسبع توابل. هو ده اللي انا حطيته بس والله حاجه كده عسل. وكمان هقول لكم دلوقتي كمان هحط معلقه سكر. يعني كمان هتديها طعم كده حلو جدا قوي. تمام. بس تغلي غلوتين كده عشان ايه يعني اديها نحط لها معلقه السكر في الاخر. شايفين ريحتها جباره يعني اللي ديت. لو بقولك تحطيها مع المحشي تحطيها مع تعمليها كده وتخليها وتجهزيها عندك جميلة جدا. بس انا بصراحة لما بتبقى في ساعتها كده بتبقى حلوة. حطيت بقى معلقة السكر كده، معلقة السكر دي بتوديها في حتة تانية خالص. يعني عايزة اقولك بتخليها جميلة. خلاص كده هي كانت بردت خالص، وانا شلتها كده وايه وعملتها. وهنا بقى كنت انا محضرة الحاجة اللي انا هعملها، يعني هضربها بقى في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هصفيها. لازم تصفيها علشان احنا حاطين التوم يعني بالقشر بتاعه. لو مش حاطه التوم بالقشر ما تصفهاش، يعني اعمليها كده خلاص بس هي لما بتصفى بتبقى حلوه، بتبقى احسن يعني. انا كده ضربتها في الكبه اهو ضربه حلوه يعني، وايه وهصفيها بقى كويس. وهاخد على قد الدبوسين اللي انا هعملهم دول. وفي الاخر التانيين هشيلهم واعملهم بقى اعمل بيهم اي تتبيله تانية هنعملها فيها. اللون بتاعها مش عاطفي، بس هي والله العظيم طعمها يعني جميل جدا. هنا خلاص بقى انا غسلت هنا زي ما قلت لكم ان انا شايله الجلد بتاع الدبابيس او الوراك بتاعت الفرخه شايلاها. وبحب يعني ما بحبهاش، بحس ان يعني ايه كده. ولازم تشيلي الحته اللي هي بيبقى في الحته في هنا كده في الدبوس كده، عشان دي بتبقى عامله يعني بتبقى واخده بتبقى زفره، وفي نفس الوقت كمان مش بتبقى كويسه خالص في الفراخ. زي ما انتوا شايفين
قشطه اهيت، بس انا بقى اعملها بالسكينه كده وهكسر العظمه كده ديت عشان تبقى ايه مشويه حلو يعني. انا عملت ايه بقى، حطيتها، هوريها لكم دلوقتي. هحطها تحت الشوايه وهفضل يعني العكس، يعني ان كل مره الواحد بيشغل الفرن الاول من تحت وبعدين يشغل الشوايه في الاخر، لا انا بقى هعمل العكس. هشويها كويس قوي من فوق الاول تحت الشوايه واقلب فيها، عشان دي مش هجيبها لكم الطريقه دي. وبعد كده هروح مولعه الشوايه الفرن بقى من تحت خلاص بقى تستوي يعني هو الرز مستوي وكل حاجه، مفيش غير ان هو يسخن فيه، يعني ان هو تعتبر تسخين يعني. وهي هتكون اتشوت. والله العظيم انا كان نفسي بس لاخر الفيديو كده ان انا اجيبها لكم كده بتطلع من العظم. هو ملوش في الفراخ قوي ابني، بس لا والله العظيم اعجب بيها جدا وما شاء الله كل، وكان يعني ليه نصيب ان هو ياكل معايا كده يتغدى معايا. انا كنت عاملاها على اخر النهار والله ما كانش ليا نفس ولا اي حاجه، وقلت ايه انا عشان اصور لكم انا هعملها كده معاكم، بس هو جه فتح نفسي الحمد لله. وكان انا وهو هنا بقى كان عندي نص كيلو لبن كده، رحت قلت مش هستخسره، وكأني بالظبط عامله طاجن كده الرز المعمر بالقشطه كده باللبن جميل ده وبس، واروح حاطه الصينيه من عليها. ما حطيتش ولا توابل ولا اي حاجه، عشان هو رز زي ما قلت لكم قبل كده احنا عاملينه، يعني كنت عاملاه جميل جدا، بس ما كان يعني ما كان موجود يعني ما كناهوش. بس هو النهارده يعني ان شاء الله كده هيتاكل وبيبقى جميل قوي وطعمه حلو قوي، جربوه والله وقولوا لي كده في التعليقات. انا خلاص كده عملتهم وقعدت زي بقى ايه، انا هوريكم دلوقتي ان انا قعدت بالفرش اقلب شمال ويمين تحت الشوايه لحد ما استوت خالص تحت الشوايه الاول، وبعد كده رحت فاتحه الفرن عليها من تحت وراحت سخنت بقى وبقت مستويه، يعني كله بقى مستوي مع بعض. أكلة بسيطة وأكلة خفيفة، ولو فكرتي انك انت تعمليها كده هتبقى معاكي سهلة وخفيفة قوي. وجربي التتبيلة اللي انا عملتها لك دي حلوة جدا، واعتمديها عندك كده وخليها عندك على طول. كان الرز بقى كده جميل وتشرب وبقى حلو قوي. وطبعا في الكبد والقوانص اللي احنا كنت عاملاها فيها، فزي ما يعني كأنها بالظبط لسه معمولة ومعمولة بيها. انا دلوقتي هسمعكم صوت الجرس، دلوقتي هو هيرن عليا الجرس، والحمد لله يعني بالالف هنا وشفا يا رب. قولولي في التعليقات، معلش انا بنزل لكم الفيديوهات كل يوم علشان انا عارفه ان انتوا زهقتوا مني حاسه كده ان انتوا زهقتوا مني، بس والله علشان ناخد معلومات من بعض كده ونفكر بعض باكلات من البيت من عندنا، مش يعني نحاولش نجيب حاجه من بره يعني. اهو يعني الجرس هيرن دلوقتي كده وهكمل بقى معاكم التصوير واحط الاكل، والحمد لله يعني لحقت وكل معايا. كنت مستعجله بقى وقلت ايه بقى، انا صدقت ان هو زي ما اكون سبحان الله متفق يعني متفق معايا، ولا ومتفق معايا ان ايه، ان اول ما اخلص على طول ابص الاقيه جه. سبحان الله. وحطيت كده الاكل وقلت بقى ناكل بالهنا والشفا، ويا رب يعجبكم ان شاء الله الفراخ المشويه الجميله دي مش فراخ طبعا، حاجات كده على القد كده، ويا رب يعجبكم وحاجات بسيطه، ويا رب يكون افكار كده بسيطه كده ونعملها اول باول. واستنوني بقى ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.